السعوديه في الشوط الثاني كلاهما من خارج المنطقه فقط. الشهري جاب الحل السحري للمباراه. احسن عنوان طبعا. على القافيه. وبالنسبه لي هو يجي في الترتيب النجوم، يجي الثالث بعد مارفيك المدير الفني، الجمهور السعودي، ويحيى الشهري. توظيفه اختلف عن الشوط الاول عن الشوط الثاني. كل ما كان قريب هو ونواف العابد يحدثوا خطوره للمنتخب السعودي، ودي ميزه. بعض الثنائيات في تكوين المنتخب مهمه، تفتح لك تكتلات المنافس، وايضا مهاره فرديه تحسب ليه. اولا سرعته بالكره وبدون كره في الهدف مهم جدا، ازاي استلم وازاي عمل دبل باس مع نواف، غير في سرعته يا ابو خالد، خد المساحه الفاضيه وخد في نفس الوقت ما استخدمش القوه، استخدم المهاره بالنسبه له. نعم. للمنتخب السعودي. المنتخب السعودي زي ما بقول السيناريو اختلف الشوط الثاني عن الشوط الاول، بقى فيه هدوء في عمليه بناء الهجمه، وايضا دور كبير لسلمان الفرج وعبد الملك الخيبري. نعم. في حمايه آل هيساوي في عمق الملعب. نعم. هنا زي ما بقول التحرك بدون كره مهم جدا. نعم. وسرعته مختلفه يا ابو خالد، امتى استلم وامتى فتح لنفسه المساحه، وامتى لما تبقى المساحه مقفوله يغير اتجاهاته. نعم. ويدي حريه. الميزه اللي مارفيك النهارده ادى حريه للثلاثه اللي موجودين تحت راس الحرب، تحت السهلاوي. نعم. امتى فين الكره تدي لنفسك المساحه وتبادل الاماكن مع زمايلك براحتك عادي، دي حريه، بس حريه محسوبه. هنا تبادل الادوار زي ما بقول، هنا غير بسرعته. نعم. وعمل الدبل باص مع نواف واستلم في المساحه وغير واخد القرار، ما استخدمش وش رجله، استخدم بطن رجله. نعم. لكن لاحظ الصبر، 18 تمريره بين لاعبين المنتخب السعودي. طبعا. التحضير الجيد، ثم التحرك اللي تفضلت فيه، والتسارع من الشهري، والتصويب من 22 متر يكون مدرب وطني. لكن هناك فارق بين خبره راضي شنيسي حتى ما نظلمه وبرت فان مارفيك. فان مارفيك لاحظنا عمليه حتى الكوتشنج، القراءه من بدايه الشوط الثاني قام بتبديل الظهير، يعني رجل لديه ايضا ستاف يقوم بالاحصائيات والعمل، وهو ايضا يعني يتخذ القرار المناسب. بس كلا المنتخبين يا ابو خالد في مرحله انتقاليه. شوف تصرف الاتحادين في كلا المنتخبين. واحد جاب خبير يمشي بيمر المرحله الانتقاليه ويكون فريق جديد وصاحب خبره زي ما حضرتك تفضلت، بعكس المنتخب العراقي. جاب واحد مدرب باحترامي ليه وبتاع، بس مش عنده مش خبره كبيره. المرحله الانتقاليه عاده للمنتخبات العربيه الكبيره محتاجه خبير ينقلها بسرعه، لان المرحله الانتقاليه صاحبه فكر دايما محتاج ان انت الرؤيه مختلفه عن الصندوق، خارج الصندوق. فالصندوق نفسه في الكره العراقيه محتاج مشاكل كبيره، في مشاكل كتيره جدا. انما مارفيك لا، سيناريو مختلف، السي في مختلف، وصاحب رؤيه مختلفه. نعم. وزي ما قلت هو عمل حاجتين مهمين جدا، حاجه معنويه نفسيه، خد ثقه اللاعبين اكتسبها ودي حلوه. حاجه الثانيه حاجه فنيه، هو اختار الاسلوب المناسب للمجموعه، مختار الاسلوب المناسب للكره السعوديه للجيل الحالي. فدي مهمه، عامل نفسي وعامل فني. نعم. كلا العاملين ساعدوه، النتائج ساعدته، خد ثقه النقاد اللي كانوا بينتقدوه في بدايه المشوار، وده مهم. وايضا تحس ان المنظومه كلها ورا هدف وطني، ان هو ازاي يزق مع المنتخب المسانده ورا المنتخب، وده دور كبير ومهم للمنتخب السعودي. المنتخب السعودي خد المباراتين، خد 6 نقاط مهمين، بس دول مش المنافس المباشر بالنسبه لك، المنافس المباشر بالنسبه لك جاي لك، فالمحتاج ان انت تبقى مهم. زي ما قلت عنده حلول كتيره، وده مختلف عن المنتخب العراقي. عنده يحيى الشهري، وعنده نواف العابد، وعنده تيسير الجاسم. لما واحد من الثلاثه دول او اثنين من الاثنين دول بيتعطل، الثالث بيتحرك، بيبقى عنده رؤيه مختلفه، حل مختلف، والثلاثه منسجمين مع بعض، وهو مديهم الحريه معاهم بكوره، في مسؤوليه بدون كوره، وهو الجانب الارتداد الدفاعي والتنظيم ازاي موجود. فهو اشتغل كويس جدا، اشتغل في سيناريو المباراه، بيهيئ نفسه، بيشتغل سيناريو، بيحط سكريبت. هو موفق لانه اشتغل. الناس تقول اللعيبه مختلفه عن المنتخب، عن الدوري السعودي. ده ثقه مدرب وتوظيف مدرب واسلوب مدرب. حكايه المرحله بتاعه تنافس التصفيات مش محتاجه ان انت تجمع فريق وتحط تجانس وتفاهم، لا، محتاجه اداره واختيار اسلوب. هو كفء في الاداره وكفء في اختيار الاسلوب، فعشان كده نجح. نعم. ومحتاج زي ما بقول المكسب اداله ثقه، واداله زي ما بقول المسانده الكبيره خارج المنظومه. اتمنى ان شاء الله انه يوفق ويوصل للمنتخب السعودي لكاس العالم. نعم. طبعا